لو سبتني انا مش هعرف اعيش. لو دايما بتقول كده انت مش بتحب، انت متعلق تعلق مرضي بالطرف الاخر في العلاقه. طب اعرف ازاي؟ دايما مش قادر تاخد قرار لوحدك، وبتخاف تزعل الناس، وبتتعلق باي شخص تحس معاه بالامان حتى لو المقابل ان هو يأذيك، وبتحس انك ولا حاجه من غير وجود شخص جنبك، ولو العلاقه خلصت وانتهت تجري تدور على بديل ليه. في الطب النفسي بنسمي الاعراض دي مجتمعه اضطراب الشخصية الاعتمادية. طب ليه ده بيحصل؟ في الغالب وراه تجربة هجر. الشخص وهو صغير غالبا اتساب فجأة او حس ان هو مش مهم، او ان مصدر الامان الوحيد في حياته اختفى، اتحرم من الاحتواء، من الطبطبة، من الدعم، فعقله اتبرمج انه ما ينفعش يعيش لوحده. في يوتوبيا ناس كتير بتيجي تسألنا هو انا كده ابقى شخص ضعيف ولا في حاجة غلط جوايا؟ لكن الحقيقة انك مش ضعيف، انت بس محتاج تبدأ تسمع صوتك بعيد عن شعور الفقد. ويمكن دي هتبقى أول مرة حد يساعدك تفهم إيه اللي حصل، وتبدأ تتعامل معاه وتبني الشخصية الحقيقية بتاعتك من أول وجديد. وده دورنا في يوتوبيا، إن احنا نساعدك تفهم نفسك، تفهم المحركات اللي جوه مشاعرك، ليه بتصرف كده، ليه بفكر كده، ليه بدخل في علاقات غلط كتير. لو فهمنا هتبقى أول بداية التغيير في حياتنا. شرفنا، وإن شاء الله تلاقي في يوتوبيا إيد تتمد تساعدك انك تعيش حياة افضل. سلام عليكم.